أهلا بيكم في قناة ملخص على السريع. قبل ما نبدأ، لو أول مرة هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك أقوى الملخصات أول بأول. قصتنا بتبدأ في اسكتلندا وقت الحرب العالمية الثانية مع طفل صغير اسمه أنجس. الطفل ده عنده هوس بالبحر، بيقعد يتأمل المية من بعيد، بس الغريب إنه عمره ما نزل فيها لأنه دايما مقتنع إنه لو دخل المية هيغرق ومحدش هيقدر ينقذه. في يوم وهو ماشي على الشاطئ بيلاقي صدفة غريبة ضخمة، شكلها مش طبيعي، وزنها خفيف كأنها مش صخرة عادية. بياخدها البيت يحطها في المخزن ويبدأ يلاحظ إنها مش مستقرة، سطحها بيتقشر ومادة لزجة بتسيل منها كأنها بيضة غريبة. لكن قبل ما يفهم حاجة، مامته أنا تنادي عليه عشان يدخل البيت، وبمجرد ما يسيب المخزن الكتلة الغريبة دي تتحرك لأول مرة. الليل يجي، عاصفة قوية تفتح باب المخزن، أنجس ينزل يشوف وفجأة يلاقي إن البيضة اتكسرت ومنها بيخرج كائن غريب صغير، شكله خليط بين حصان بحر وتنين صغير. في الأول بيخاف منه، يحاول يقرب منه، الكائن يعضه، لكن فضول أنجس يخليه يجيب بطاطس ويقطعها ويحطها قدامه. الكائن ياكل بشراهة. من هنا تبدأ أول ربطة صداقة بينهم. أنجس يلاحظ إن في جرح في ظهر الكائن، فيجري يجيب أدوات الإسعاف ويعالجه بنفسه، ويقرر يسميه كروزو. تاني يوم الصبح الوضع يتعقد، كتيبة جيش بقيادة الكابتن توماس تيجي وتقرر تعمل معسكرهم في أرض بيتهم. الضباط يباتوا في البيت والجنود في الجنينة، يعني أي حركة غلط من أنجس ممكن تكشف سره. لكن هو مش فارق معاه غير حاجة واحدة، إخفاء كروزو. أنجس يكتشف إن كروزو بينمو بسرعة مش طبيعية، يأكله يلاقيه كبر أكتر، يديله مية يلاقيه بيستمتع ويلعب زي الأطفال. في يوم أخته كريستي تكتشف السر. الأول تخاف، لكن أنجس يشرح لها إن الكائن مش مؤذي، وبمرور الوقت كروزو يبقى جزء من العيلة. بس سر خطير لازم يفضل مستخبي. البيت عندهم يجيله عامل جديد اسمه لويس من أول ما يشوف الكائن يعرفه ده مش عادي، ده حصان البحر الأسطوري اللي بتحكي عنه الأساطير. ويشرح لهم إن النوع ده بيعيش دورة واحدة، يكبر بسرعة، يبيض مرة واحدة بس وبعدها يموت. من اللحظة دي لويس يبقى حليف لأنجس، يساعده يخبي كروزو عن مامته والجيش. لكن السر ما يفضلش سر. في وليمة كبيرة للجيش في البيت، كروزو يخرج بالصدفة، الكلب بتاع الطباخ يشوفه ويجري وراه، تحصل فوضى جوه البيت. كروزو يهرب من الكلب وينط في نافورة مليانة سمك وياكلهم كلهم. أنجس ولويس يدركوا إن حجمه بقى ضخم ومش ممكن يفضل في البيت، فيقرروا ينقلوه للبحيرة القريبة. أنجس اللي طول عمره بيخاف من المية يلاقي نفسه لأول مرة مضطر ينزل عليها، يركب على ظهر كروزو والاتنين يلعبوا سوا في نص البحيرة. الخوف يتحول لحرية والمية تبقى بالنسبة له أجمل حاجة. لكن في مشكلة، الجيش عامل شبكة كبيرة في البحيرة عشان يمنع أي غواصات ألمانية تدخل، يعني كروزو محاصر. المصيبة تحصل لما الجيش يقرر يعمل تجربة صواريخ حية، والهدف البحيرة نفسها. أنجس يجري يحاول يمنعهم، لكن محدش يصدق طفل صغير. الصواريخ تضرب المية، وفي نفس الوقت سكان المدينة يشوفوا الكائن بالصدفة، بعضهم يصور صور مزيفة عشان يشتهر، والبعض التاني يقرر يصطاده ويقتله. أنجس يهرب من البيت عشان يلحق صديقه، لكن المرة دي كروزو مش زي الأول، متوحش أكتر، فاكر إن كل الناس بتمثل عليه خطر. المطاردة توصل للبحيرة، الجيش يظن إن غواصة ألمانية دخلت. الكابتن توماس يؤمر بقصف شامل، المدافع تضرب من كل ناحية، المية تنفجر حوالين أنجس وكروزو. لكن أنجس مش مستعد يخسر صديقه، يركب على ظهره وسط الضرب ويوجهه ناحية الشبكة المعدنية. وفي لحظة بطولية كروزو يندفع بأقصى قوته، ينط فوق الشبكة ويكسرها ويهرب للبحر المفتوح. لحظة الشروق أنجس يشوف صديقه للمرة الأخيرة، كروزو بعيد عن الشاطئ، حر أخيراً، ويبص لأنجس كأنه بيودعه قبل ما يختفي وسط أمواج البحر. كده نكون وصلنا لنهاية ملخص فيلم The Water Horse. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة ملخص على السريع وتفعل الجرس عشان توصلك أقوى الملخصات أول بأول. واكتبوا لنا في الكومنتات لو لقيت كائن غريب زي كروزو، خبيه زي أنجس ولا هتسلمه للناس.